سلامات صبايا وأهلا وسهلا بكل اللي عم يتابعني ويسعد لي كل أوقاتكم يا رب. رجعت لكم بوصفة جديدة. اليوم رح نعمل مع بعض التيراميسو بطريقة سهلة ومكونات بسيطة إن شاء الله. بدون يعني هيك طول حديث، رح نروح فورا للمكونات وطريقة التحضير. أنا هون جهزت كل المكونات اللي اللي رح أحتاجها بالوصفة. بالبداية بطنجرة رح أحط صفار بيضة وضيف عليه 3 معالق طحين ومعلقتين من النشا، معالق الطعام استخدمت، ونص الكاسة من السكر، بالإضافة ل4 كاسات من الحليب. سعة الكاسة اللي استخدمتها 200 ميلي. رح أخلطهم هيك شوي، وبعدين رح أضيف عليهم تقريبا معلقتين 3 معالق من حليب البودرة، بيعطوا طعم كتير طيبة. وهلأ هيك رح شيل الخليط وحطه على الطنجرة مع التحريك المستمر لأحصل على هيك خليط يعني متماسك لدرجة الغليان. بعد ما يغلي عندي الخليط رح أضيف عليه ظرف من الفانيليا، بالإضافة لمعلقة كبيرة من الزبدة يكون طعمتها طيبة. ورح أضيف عليهم كمان 3 معالق من الكريم شانتي. هلا هون خليط التيراميسو اللي بميزه اني نضيف له جبنة كريمية. انا هون استبدلتها بكريم شانتي، اذا كان فيكم تحطوا الجبنة الكريمية بيطلع الطعم اطيب. وهلا هون حضرت القالب اللي راح يعني صف فيه طبقات البسكويت والكريمة اللي ساويناها. هون على جنب حضرت أنا خليط من النسكافيه والمي الدافية، غطست فيه تغطيسة واحدة البسكويت. ما بصير مبالغ كتير بتغطيس البسكويت لأني فورا راح يفرط معنا. حطيت طبقة بسكويت وطبقة خليط وهيك، يعني لوقت ما انتهي من تطبيق كل يعني خلص ننسكب وصف كل الطبقات. وهون كمان حبيت لكم أنا استخدمت باكيت من البسكويت، بسكويت التيراميسو هاد فيه عفوا 24 قطعة، واكيد بيختلف العدد يعني حسب القالب اللي رح تستخدموه. وهلا هون رح اغطيه بنايلون غذائي ودخله البراد لمدة ليلة كاملة. وهون بتاني نهار طالعته من البراد وشلت النايلون الغذائي عنه، وهيك يعني شلون بيقولوا شوي شوي على مهلي بلشت شيل عنه القالب، حتى بواسطة السكين شلت هيك الأطراف لحتى أتأكد إني ما هن ملزقين. وبعدين زينته بكاكاو، أكيد التزيين بيعود حسب رغبتكم انتو شو بتحبوا. بالإضافة لشوي من حبات القهوة وهيك عرقين من النعناع، قلت بيعطوا شكل حلو. وهيك كانت الوصفة جاهزة تقريبا يعني. وصدقوني كل ما برد أكتر كل ما كانت الطعمة أطيب، وكهيك تجربة كتير حبيتها، بنصحكم فيها تجربوها يعني. وصفة برأيي هيك تغيير شكل وطيبة رح تعجبكم إن شاء الله. وهلا هون بعد ما قطعنا قطعة حبيت أورجيكم شكلها من جوا كيف كان، هيك شكل البسكويت مع الكريمة، هيك الطبقات كانوا كتير حلوين. ولهون بيكون الفيديو تقريبا خلص. بتمنى يكون نال إعجابكم وهالوصفة عجبتكم. إذا عجبتكم لا تنسوني من دعمكم لإلي لو بلايك صغير. تضلوا بخير يا رب. وإذا كنتوا جداد على القناة ولأول مرة بتشوفوني لا تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس ليوصلكم إشعار بكل جديد. تضلوا بخير وبأمان الله. سلامي لإلكم. باي.